السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم وصفة مختلفة تماما للقرنبيط. وصفة سهلة وبسيطة تطلع لك قرنبيط كريسبي وطعمه زي يعني احلى قرنبيط ممكن تاكليه. يلا بينا نشوف الوصفة، نشوف المكونات والمقادير وازاي توفري في خلطة القرنبيط. هتوفري، ايوه، لا هنشتغل لا ببيض ولا بلبن. شفتوا طعم القرمشة وشفتوا القرنبيط كريسبي عامل ازاي؟ تعالى اقول لك نعمله ازاي. انا هنا استخدمت كوبايه من الدقيق، قسمت نصها في طبق ونصها في الطبق التاني. تمام. لو الكميه عندك كبيره هتكتري عن كده. حطيت في كل طبق معلقه من النشا. تمام. لو عايزه القرمشه اوفر عن كده هتزودي معلقتين. هحط توابل ايه؟ ملح، كمون، بيكنج باودر، فلفل اسود، بابريكا، كاري، بصل باودر وتوم باودر. طيب هقلب الحاجات دي كلها على بعضها، اعمل بيها خلطة تتبيلة كويسة جدا، وهبتدي ان انا اقسمها على البولتين. ايه اللي انت عمالة تعمليه لنا ده؟ اصبروا بس، استنوا كده هقول لكم الدنيا شكلها عامل ازاي معانا والاستخدام بتاعنا هيبقى عامل ازاي. قلبت كل التوابل بتاعتي دي، التوابل اللي انا بستخدمها في القرنبيط بتديني طعم ممتاز جدا. طب لو انت عايزه تزودي حاجه مفيش مشكله، براحتك، زودي التابل اللي انت حباه. هقسم نصها على الطبق ده والنص على الطبق التاني. يبقى كده كل طبق عندي فيه ايه؟ فيه نص كوبايه دقيق، معلقه كبيره من النشا، والتوابل والبيكنج باودر قلبناهم مع بعض وقسمناهم بالنص. هستخدم خلطة الفيجيتار الحارة، هحطها في بولة واحدة بس من البولتين، وهي دي الطبقة الخارجية الكريسبي اللي هغطي بيها القرنبيط. انت عملت طبقة خارجية وطبقة من جوه والدنيا مش مظبوطة، اصبروا بس هتاكلوا احلى قرنبيط كلتوه قبل كده. اقتصادي، سهل، سريع، هيديك القرمشة اللي انت حابة انك تاكليها في القرنبيط وما بتلاقيهاش. قلبت كل ده كده اهو وهركن دي على جنب. تعالوا بقى التانية هقلبها واحط لها كوباية من المية مع معلقة كبيرة مليانة من الخضرة. انا حطيت خضرة كزبرة وبقدونس، اللي انت حباه فيهم تستخدميه لوحده زي ما انت حابة. مش عايزة تحطي الاتنين برضو براحتك، لكن ده من الحاجات اللي بتدي طعم حلو. في ناس بتحب تحط توم حي في قلب القرنبيط، مفيش مشكله خالص، تقدري انك تحطيه. انا كمرمر بفضل التوم الباودر لان النكهه بتاعته ما بتبقاش زعقه قوي، مع ان القرنبيط بيبقى من الحاجات التقيله على المعده، فبالتالي قطعه واحده بس منه مع التوم بتتعب لك معدتك. تمام. لكن بالطريقه دي بالتوابل دي بدون التوم الدنيا بتبقى خفيفه وسهله كده، والطعم بيبقى في منتهى الجمال. قلب 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 بقى كل المكونات بتاعتنا الحلوه دي. عملت عندي الخلطة الجميلة دي اللي هبتدي انزل فيها القرنبيط اللي بسلقه 4 دقايق او 5 دقايق بس بمية سخنة، وبعد كده ببرد عليه بمية ساقعة عشان ما يتهريش مني وبيبقى شكله عامل زي الوردات الصغيرة. ونصيحة مني انك تخليه وردات صغيرة زي ما هي كده، علشان خاطر ايه؟ كل ما كبرت القرنبيطة كل ما بقت طرية معاكي في القلية. تمام. هقلب بقى كل اللي موجود عندي. طب يا ستي انا عندي امكانيه ان احط بيض، حطي بيض مفيش مشكله. عندي امكانيه ان انا احط لبن بدل الميه، حطي لبن مفيش مشكله، براحتك خالص. انا عامله الوصفه اقتصاديه. تمام. طب الحاجات اللي انت حطيتيها دي لو انا عايزه احط البيض واللبن هتخلف لي؟ لا خالص خالص خالص. بصوا الوردات شكلها حلو قوي ازاي، وبصوا حجمها قد ايه. ده الحجم اللي انا عايزاه، اللي هيبقى حلو معاكي جدا وهيبقى مقرمش، لان الخلطه دخلت في كل العروق اللي موجوده بتاعته. كمان التتبيله الخارجيه اللي موجوده دخلت في كل الاجزاء فاتقرمشت وما بقتش عجين ناشف. لا، البيكنج باودر خلاها تبقى هشه من جوه. فكان الطعم الحقيقه خطير جدا، لدرجه انهم سالوني انت غيرت تتبيله القرنبيط المره دي؟ قلت لهم اي نعم. لو لسه داخلين دلوقتي الفيديو وعجبكم مستمرين معايا لحد دلوقتي، انزلي اعملي لايك، الفيديو يستاهل والوصفه جميله جدا وهتعجبك. اعملي لايك للفيديو، اشتركي في القناه وفعلي الجرس للكل عشان توصلك كل الوصفات الجديده اول باول. بصوا حطيت القرنبيطه بتاعتنا من الخلطه للطبقه الكريسبي، وكده هنزلها في الزيت الغزير. مهم جدا انك مش بعد ما تعملي كده
تحطيه زي البانيه في التلاجة يمسك نفسه، لا الخلطة دي سايلة كده. انا حطيته اهو، ابتديت اقلي. بصوا شكله في القلية مختلف ازاي. البقسماط مديله قوام حلو جدا، لون كان لطيف، القرمشة بتاعته مع النشا كانت رهيبة، الطعم كان حلو جدا. جربوا الوصفة دي ان شاء الله هتعجبكم، لمحبين القرنبيط اللي بيحبوه يبقى كريسبي.